اهلا بيكو، فيديو جديد ووصفة جديدة. ووصفتنا النهاردة الدولمة العراقية، هنعملها بطريقتها الأصلية. كلنا بنحب المحاشي، بس الدولمة ليها نكهة مختلفة، بتكون حلوة قوي وفيها حموضة الليمون ودبس الرمان كده. هتدمنوها لو جربتوها بالطريقة دي. يلا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنجهز الخضار اللي هنحشيه. عندي هنا بتنجان وكوسة وفلفل الوان وطماطم وبطاطس وبصل وورق سل، ممكن تضيفوا ورق عنب. غسلتهم كويس وقورتهم. بعدين هنزل عليهم ب4 كوبايات رز بسمتي مغسول، وهنزل عليهم بقلب البتنجان والكوسة اللي قورناهم، معاهم شبت وبقدونس وكزبرة وكرفس، ودول 3 بصلات مفرومين و4 فصوص توم مفروم. عليهم نص كيلو من اللحمة، انا فرمها فرم خشن ولازم يكون فيها دهن، و3 معالق كبار صلصة، وعصير طماطم مركز، ونص كوباية زيت، ونص كوباية عصير ليمون. واهم حاجة بقى المكون الاساسي معانا في الوصفة، نص كوباية من دبس الرمان. وهنضيف بقى البهارات، معلقة كبيرة من الملح والفلفل الاسود وال7 بهارات ومرقة فورية وسماق وبهارات محشي جاهزة وبابريكا وكمون. هنخلط كل ده كويس قوي مع بعض. بعد ما خلطنا كل ده مع بعض هنبدأ نحشي. مش هنملى للآخر، هنسيب ربعه من فوق كده فاضي، والكوسة برضو نفس الكلام. وهنحشي الطماطم بالشكل ده، والبطاطس والفلفل الألوان. وأهم حاجة بقى البصل، بنسلقه في مية سخنة من قبلها، بعدين بنحشيه ونلفه بالطريقة دي، والبصل بيكون أحلى طعم فيهم. ومحشي البصل أنا عملته في فيديو كامل لوحده، هسيب لكم اللينك في أول تعليق. بعدين هنحشي ورق السل، انا غسلته وحطيته في ميه سخنه لمده دقيقه كده علشان يطرى ويتلف معانا بسهوله. بس كده هخلص كل الكميه بنفس الطريقه وارجع لكم. هنجيب الحله بتاعتنا وتكون غويطه بالشكل ده، هندهنها كويس قوي بالزبده او السمنه البلدي من كل الحروف كويس قوي. وهحط فيها العيدان بتاعت اوراق السل وشرايح بصل علشان ما يلزقش، هرصهم بالشكل ده. ودي نص راس توم بتديله طعم حلو قوي. بعد كده هجيب اللحمة ضاني او بتلو عادي، اهم حاجة يكون فيها دهن، ولو بالعظم بتكون افضل، ريش مثلا. برصها كده وبحط رشة ملح وفلفل اسود. بعد كده هبدأ ارص الخضار اللي حشيناه، برصه وبخلي وشه لفوق كده علشان ما يطلعش الحشو وهو بيستوي. ومفروض دلوقتي بنضيف فول اخضر بس انا ملقتش. بس بعد ما بخلص كل الكمية بحط الحلة على نار عالية لمدة 25 دقيقة. بعدين هنا عندي 3 كوبايات مية سخنة، بضيف عليهم مكعبين مرقة ومعلقتين كبار صلصة ومعلقتين كبار دبس الرمان ومعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود. وبقلب كل ده وهبدأ اشرب المحشي. هنا بعد ما سبته 25 دقيقة على نار عالية هبدأ اشربه. هضيف المية كده لحد اقل من نصه بحاجة بسيطة، وهحط عليه طبق وهغطيه. واول ما يغلي ههدي عليه النار وهسيبه ساعة ونص يستوي براحته خالص. هنا كان استوى وريحته تحفة. هقلبه بقى على صينية. التسوية بتاعته خطيرة واللحمة دايبة، ومدة التسوية خلت كل حاجة دايبة اصلا، وطعمه حلو قوي. وصفة بسيطة وسهلة، اعملوها لحبايبكم وبألف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير للفيديو، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل وصفاتي. واشوفكم بخير في فيديو جديد.